النهارده هنتكلم عن طريقة سهلة للهجرة والعمل في نيوزيلندا، وهي التأشيرة السياحية يا جماعة. خصوصا إن نيوزيلندا ملهاش سفارات في معظم الدول العربية. هنعرف إزاي نقدم على التأشيرة الإلكترونية بتاعتها، وهنعرف رسوم التأشيرة والأوراق ومدة المعالجة بتاعتها. كل حاجة هنعرفها بالتفصيل في فيديو النهارده. بس الأول، لو أنت أول مرة تشوفنا، يا ريت ما تنساش الاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك معانا كل جديد. مساء الخير يا شباب، وكل سنة وانتم طيبين. تأشيرة نيوزيلندا يا جماعة للدول العربية بتختلف من دولة للتانية. فهنلاقي مثلا دول الخليج يا جماعة بدون تأشيرة، أما بقية الدول العربية زي مصر والمغرب وتونس والجزائر وغيرها من البلدان العربية هنلاقي مطلوب منها تأشيرة يا جماعة. وبرضه مدة التأشيرة لكل دول العالم سواء العربية وغير عربية هي مدتها 90 يوم. يعني مدة التأشيرة السياحية عشان الناس تبقى واخدة بالها هي برضه 90 يوم. وتمن التأشيرة يا جماعة 165 دولار نيوزيلندي. والرد يا جماعة بيجيلك بعد 30 يوم بالظبط. خطوات التقديم على التأشيرة ديت والأوراق تعتبر الاتنين مع بعض، بس هي تعتبر سهلة وبسيطة، والتقديم على التأشيرة ديت إلكتروني. عشان كده حبيت إن أنا أتكلم النهاردة عن التأشيرة ديت بالذات، لأن خطوات التقديم والأوراق لازم تتقدم في نفس الوقت. فهنعرفها دلوقتي. اولا كده يا جماعه، انت بتدخل على الموقع الرسمي الخاص بتاشيرات نيوزيلندا عشان تقدم الطلب بتاعك اونلاين. تاني خطوه بتعمل حساب طبعا على الموقع دوت. بعد كده بتعمل اسم مستخدم وكلمه مرور، وبتدخل على الموقع وبتختار طبعا نوع الفيزا اللي هي فيزيتور فيزا. بعد كده برضو بتملى بياناتك الشخصيه ومدة الزيارة اللي انت هتقضيها هناك في قلب البلد، يعني من امتى لامتى، طالع اسبوع طالع 10 ايام. فديت هيطلب برضو منك كل البيانات دي انت بتسجلها في نفسك. برضو هيطلب منك بياناتك الصحية عشان الناس تبقى واخدة بالها، يعني بتعمل شهادة صحية وبتثبت لهم بياناتك الصحية. الورق دوت هيطلب برضو منك. والمعلومات الجنائية اللي هي الفيش الجنائي او الصحيفة الجنائية. ولو انت هتاخد طبعا زوجتك معاك هتسجل طبعا البيانات بتاعها. هما بعد كده بيراجعوا طبعا البيانات ديت، بيدولك بعد كده تعهد. بعد ما تملى طبعا الخطوات اللي احنا اتكلمنا عنها، تخش على الموقع وتعمل ايميل خاص بيك واسم مستخدم ويوزر وترفع البيانات دي كلها. هما بيتأكدوا طبعا من الاوراق ديت، وبيدولك ورقة بتعهد طبعا انت بتملاها برضو بحيث البيانات اللي انت مقدمها. بعد كده هما بترفع بقية الاوراق. هما بقى بيطلبوا منك بقى الاوراق اللي هتطلب عشان التأشيرة. بالنسبة لخطوات التقديم يا جماعة. اما بالنسبة للاوراق بقى ديت برضو طلب منك بقى عشان تقدم على التأشيرة دي جواز سفر ساري، يعني يكون في الجواز دوت على الأقل 6 شهور. تاني حاجة صورة شخصية حديثة مقاس 3.5 في 4.5. كشف حساب بنكي لآخر 6 شهور عشان الناس تبقى مركزة. كشف حساب بنكي لآخر 6 شهور. برضو لو انت موظف هطلب منك خطاب HR وكشف راتب لآخر 3 شهور. اما لو انت طبعا صاحب عمل هتقدم بالسجل التجاري اللي هي الرخصة التجارية، وبرضو بتقدم كشف راتب لآخر 3 شهور، اللي هو مثلا ايداع ليك طبعا كشف راتب في قلب حسابك البنكي تثبت لهم ان انت بينزل لك طبعا من مشروعك دي راتب كل شهر. فدي طبعا الكشف الراتب. بعد كده هتقدم برضو حجز فندقي، واحنا عارفين طبعا حجز فندقي اسهل موقع تقدم من عليه حجز فندقي وتعمل عليه حجز فندقي اللي هو موقع booking.com. برضه هتطلب منك تذاكر طيران ذهاب وعودة، يعني انت طالع اسبوع يبقى تعمل عودة بعد اسبوع، انت طالع 10 ايام هتعمل عودة بعد 10 ايام. بعد كده طبعا بتسدد رسوم الفيزا اللي احنا اتكلمنا عنهم يا جماعة، اللي هي 65 دولار نيوزيلندي بجانب 80 درهم اماراتي لو هيتم المعالجة يا جماعة في المركز التأشيرات في قلب دبي. يعني ممكن يطلب منك ان انت ترسل جواز السفر بتاعك لمركز التأشيرات في قلب دبي، لان ده يعتبر المركز الرئيسي. وطبعا انا هسيب لكم المواقع دي طبعا اللي في قلب دبي عشان لو طلب منك حاجة شكل كده ازاي ترسلها على انا موقع بالظبط. ودي كل خطوات طبعا الخاصة بتأشيرة نيوزيلندا السياحية، اللي هي طبعا الخطوات ازاي تقدم بنفسك وازاي تخش على الموقع وترفع البيانات وايه الاوراق اللي هتطلب منك بالظبط. وانا هسيب لكم طبعا روابط التقديم والتواصل. بالتوفيق للجميع يا جماعه باذن الله. ولو في اي استفسار يا ريت تنسبوا لنا في قلب التعليقات، وانا في اقرب فرصه هرد عليكم. وشكرا لكم وبس كده.